حبيبي هو ده الصح. مفيش حاجه يا ابني اسمها تراجع قدام عينك باب باب. انت هتمتحن يا ابني من الساعه 9 للساعه 12، هتمتحن باب باب. هيقول لك الاسئله دي على الباب الاول على الدعامه والحركه، تعالى اسالك، وبعدين التنسيق الهرموني، وبعدين التكاثر. واحد يبدا من اول الكتاب بالدعامه والحركه يرجع تاني يعيد الدعامه والحركه. واحد يبدا بالدي ان ايه والار ان ايه يرجعني تاني للدي ان ايه والار ان ايه. الله، طب احنا بنعمل في ولاد الناس كده ليه؟ كل ده يا مدرس صغير ما عندوش خبره، يا واحد عامل كتاب وعايز يربط الطالب بالكتاب. انا بقول كلام بسيط اهو هو ليه دايما الظلم هو اللي صوته عالي والحق هو اللي صوته منخفض؟ ده ما يرضيش ربنا. يبقى يا حبيبي ما تسيبش نفسك للمدرسين، اتقي ربنا. وانا قلت لك اهو تراجع ازاي. هتتعب في اول امتحان جدا، هتتعب جدا لانك ما راجعتش. في حاجه اسمها خداع العقل. يعني ايه خداع العقل؟ يعني اخش امسك الدعامه والحركه اروح قايلها للطالب وهو عارف ان انا هراجع الدعامه والحركه. خد بالك، يبقى بص العيل مستعد اديله بقى 200 سؤال هيجاوبهم. لكن هو بقى لما يخش في الامتحان ويجي له السؤال الاولاني بقى في الدعامه والحركه، السؤال اللي بعديه دي ان ايه، السؤال اللي بعديه في التكاثر، هو عود دماغه يذاكر كده؟ ما عودش دماغه. هو فكر كده؟ ما فكرش كده. يبقى انت هتعمل ايه بقى في الكام اسبوع الجايين دول؟ هتعمل ايه؟ هتذاكر قدام عينك الثلاث اربع خمس اسابيع دول وهتضيعهم، وهتوصل لاخر شهر 5 يقول لك تعالى بقى نحل شامل. شامل ايه؟ شامل ايه وانت ضيعت لي السنه؟ ما انت ضيعت لي الاربع خمس اسابيع. طب ليه ما بنحلش من دلوقتي بطريقه الامتحان؟ ما تخلينا نذاكر بطريقه الامتحان عشان اخد الخضه دي بدري. افهم. قلت ده الطريقه في المراجعه، دي الطريقه الطبيعيه في المراجعه. الطريقه دي اللي خلت الدكتور مجدي اسمه لغايه دلوقتي بيتقال، لغايه النهارده اسمه بيتقال. حضرتك انا خريج كليه الطب جامعه عين شمس، وكنت اشهر مدرس في جمهوريه مصر العربيه. كلامي واضح انا بقول كلامي واضح لما جت الكورونا بقى هديت شويه وشفت ظلم، قعدت اتفرج كده على المدرسين قدام عينك، شفت شويه ظلمه عمالين نضحك على العيال. وكانت النتيجه ايه؟ كانت النتيجه ان احنا بوظنا الدنيا. قلت لازم ارجع ادرس تاني. لما النهارده بنت بتخش تكتب في التعليقات هو حضرتك كنت فين؟ لما الناس قدام عينك بتخش تكتب هو انت كنت فين؟ طبعا الكلام ده يعرفه كل مدرس في مصر دلوقتي، يعرف مين هو الدكتور مجدي فوده. الدكتور مجدي فوده بيدرس بقاله 42 سنه. طلبتي والله الذي لا اله الا هو كلهم في اماكن محترمه قدام عينك واساتذه في كل كليات مصر. يبقى انا لا طالع بقى اعمل منظر ولا طالع اعمل شو، لا 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 لا، انا عديت الكلام ده كله وربنا مديني من زمان قوي. فانا عديت المرحله دي. بس انا شايف طلبه اللي تقول لي اجل واللي تقول لي مش هيخش الامتحان، او يا الامور بتعيط في التليفون. هو ايه التوتر اللي ملوش لازمه ده؟ هذا لا يرضي الله، هذا لا يرضي الله. حبيبي بالراحه وركز وافهم.